رسالة إلى البومديني أسامة وحيد. أم ثكلى تناجي في غياهب الشقاء، هو ليس بخير يعاني، طفل مشرد على قرعة الطريق ضائع بين مخالب الذئاب البشرية، وذاك حارقت لعبته وغرس خنجر البؤس في طفولته. شاب لم يتجاوز 20 يصارع قوارب الموت المحتوم في بحر الهلاك، ابتلعت حيتانه زيد، عباس، رضا وعلي. وجبابرة الظلم يتعاركون على كرسي النظام. في سائر الأيام تشتت وضياع ووجع أنين شعب تائه يتألم في دوامة الصمت، يعاني بالشدة على حبال مشنقة الأعدام. أحزاب متفرقة أعضاؤها تلهث وراء السلطة مثل الكلاب لئام، لا نخوة لا إحساس لهم. وطن اغتصبته وحوش كاسرة، لمن سنعيش والذل يلف على الرقاب حتى صارت رؤوسنا كالنعام. إننا نعيش في الجحيم يا أشبه الرجال. جزائر بومدين تبكي على حالها من الأوغاد حتى أصبحت الدموع تحرق نفسها. سرنا بين الأمم عرضة للسخريات، رئيس مقعد لاصق في العهدات، أولى وخمسة وحتى المئات. البلاد نهبوا البلاد، ربي وكيلهم الحال. دلونا، حكرونا، غبرونا، نحن عرض العموم واحنا كنا أخيار العموم، كنا خيار الدول. يحيى البومدين كنا في جمعية الأمم لا ميور ناسيون سي لا فيري، لا ميور الدولة الحقانية الجزائر الحبيبة. ولادها زعماء ما ينزلوش وما يتحقروش، كل يوم نزلينا في ولادنا، نزلينا في ديارنا إن شاء الله. يا مواطن يا مسكين، خذ كيس الحليب وبعض الخبزات وامنحني المزيد من الأصوات. غريب هو حال الجزائر التي صارت يسودها المنكرات، شعب غارق في الهموم ودروب المتاهات، يبحث عن من يأخذ بيده للأمان لكن تخذله العثرات. نظام فاسد يحكمه أنذال عشاق مؤخرات الحسنوات. تبا لأشبه الرجال باعت أرواحها وكل الكرامات. جزائرنا لم تعد بخير، لم تعد بخير.